ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أول مرة تشوفوني، أنا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش الكومنت القمر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأمانة بيني وبينكم اليوم الدين، لو عليكي صلاة دلوقتي وقفي الفيديو وصلي، وبعد كده كملي مشاهدة الفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو، نقول بسم الله. بصوا بقى الوضع اللي احنا فيه ما يتسكتش عليه خالص. يعني أنا متضايقة، أنا كأم ومعايا طفل في مدرسة، أنا متضايقة. ليه متضايقة يا ياسمين؟ الفكرة دلوقتي ان الوزير كده، يعني ربنا يديله الصحة، نام وقام وطلع لنا قرار تاني جديد بخصوص أولى وتانية ابتدائي. أنا ابني في سنة تانية، وراح شهرين من المدرسة، شهر ونص، وبعد كده تعب جامد قوي قوي. عداني وعدا أخته، كنا مهدودين، ومضاد حيوي بقى وسخونية والتعب. مثلا هو يخف، أخته تتعب، تقوم تعديني أنا أتعب أو مقعد يوسف، وهكذا. بقينا إيه، زي الحلقة كده، حلقة مقفولة كمان يعني متتقفلش. المهم فجأة كده يعني قال اللي مش هيحضر 60، هو كان قايل ان مش هيحضر 60% وكده، مش هيجتاز العام الدراسي التاني. بس الجديد بقى ان لما طفل في سنة تانية ابتدائي يروح المدرسة، مفيش تعليم في المدرسة كل يوم. يعني اصحيه يروح الساعة 7 المدرسة بتاعته، اصحى من بالليل احضره اللانش بوكس بتاعته، وشاركتكم كتير اللانش بوكس بتاعت ابني، وكل يوم على ذلك. ويجي من المدرسة حبيبي واشتريت له الكتب، اشتريت له الكتب بتاعة المدرسة، واشتريت له كتب خارجية. يجي من المدرسة وكشاكيل وكل حاجة، وقسمت له الكشاكيل جزء للحصة وجزء للواجب وجزء للتقييم. وافتح الكراسة الاقي الكراسة فلة شمعة منورة ما فيهاش كلمة. يا ابني انت خدت ايه النهاردة؟ معرفش. يا ابني المس ما خلتكش تنقل ليه وما ادتلكش التقييم بتاعك ليه؟ مش عارف. هو مش عارف فعلا، واحد ما كانش بيروح المدرسة هيعرف منين؟ المهم كل يوم على كده، كل يوم على كده، شهر ونص ابني بيروح المدرسة حرفيا بيجي تعبان. فنتمنى كده ان الوزير يرأف بحالنا و... ونقطة ان هو ابنك بدل ما في اجازة الصيف ينزل يلعب رياضة وكده، ينزل يعني عاملين لهم برنامج زي ملحق كده، ولو ما اكتسش البرنامج ده في اجازة الصيف مش هيطلع السنة اللي بعديها اللي هي المرحلة العليا اللي بعديها. فعايزة اقول لكم يوسف ما بيستفدش من المدرسة خالص، ما بياخدش حاجة خالص. بيجي من المدرسة هلكان لانه بيلعب طول الوقت وبيفرك مع زمايله، فبيجي هلكان عايز ينام. طبعا اجي اصحيه بالعافية عشان يروح الدرس بتاعه، انا مقدمه له على درس برايفت عشان يستفيد، لان يوسف ما بيستفدش للاسف من المجاميع. ف بيجي من الدرس عايز بقى تاني في التمرين 3 ايام في الاسبوع. فانا حاسه ان انا يعني بهد في ابني والله. ابني بصراحه اللهم بارك بيستفاد من الدرس وما بيستفادش من المدرسه. فانا قلت خلاص طالما بيستفاد من الدرس وما بيستفادش من المدرسه، ما يروحش المدرسه الفتره دي، يتأسس كويس، لان يوسف ضعيف في العربي زي ما انتوا كلكم عارفين. فانا عايزه اجتاز معاه الحته دي بس. فدعواتكم يعني مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه. انا قلت ان شاء الله باذن الله بكره هنزل. هم قالوا لي ان الاسبوع ده مش عايزين حد يجي المدرسه من سنه اولى وتانية، هيجوا من الاسبوع الجاي عشان في امتحانات تقييم لتالتة ابتدائي ورابعه ابتدائي. فهنشوف الموضوع ده بس. دعواتكم. انا كنت اتمنى ان المدارس تبقى زي زمان، المدرس يشرح في الفصل. ما كناش بنحتاج للدروس ولا الكلام الفاضي ده. والله العظيم كان المدرسين يشرحوا في الفصل، بنروح البيت نحل نتغدى، وبعد كده نطلع واجباتنا نحلها، وبعد كده ننام شوية، ننام ساعة مثلا ونصحى نحفظ الدروس بتاعتنا ونحضر الدرس الجديد. كنا بنعمل كده وطلعنا ما شاء الله من المتفوقين. دلوقتي بقى يعني
فين المدرسين؟ فين التعليم؟ فين ده؟ مش عارفة. الله المستعان. صلوا على الحبيب عشان اقول لكم تطيب. ربنا يوفق الجميع يا رب العالمين. عارفة ان ناس كتير دلوقتي في امتحانات وفي تقييمات وكده، والامتحانات هتبدأ في شهر 1 بإذن الله. ربنا يوفق الجميع، واشوفكم على خير فيديوهات حلوة كتير. مع السلامة، باي باي.